مساء الفل يا شباب. النهارده عايز اتكلم معاكم في حاجه كده، معكره مزاجي شويه. احنا الشعب المصري، احنا شعب بنحب اللي بيشتغلنا وبنحب قوي اللي بيضحك علينا. نحكي بقى مثال في شغلانتي دي. لما جينا حد مثلا جايب معاه جهاز انفينكس او اوبو، اي حاجه من الاجهزه اللي هي المعالج بتاعها الميديا تك. فوقت الجهاز حد يبقى بيقول لي انا بشتغل على الجهاز يا فندم، ولقيت ان الجهاز طفى مني، مش هتشتغل مع انه كان 50%. مش هتشتغل، واقف. احطه على الشاحن مفيش، ادوس على الباور مفيش. فانا اول حاجه بستنتجها، مش لازم اروح اقول له اصل اي سي باور اي سي شحن. اول حاجه بستنتجها بقول خلاص الجهاز ده بوت، دخل على البوت، وضع الريكفري. عايزين نخلع من البوت ده ازاي؟ اول حاجه بعملها طبيعي بضغط على الثلاث زراير، يعني الشغل اللي اتعلمناه، بضغط على الثلاث زراير عشان الجهاز يراستر معايا بعد من 10 ل 15 ثانيه. خلاص كده جهازه راح مراستر معايا وفاتح. الزبون ايه ده؟ انبسط قوي. اتفضل كام يا عم؟ بقول له 10 جنيه. مش خساره فيك، بس ليه؟ ده انت دوست على الزراير. انت عملت ايه؟ ده انت دوست على الزراير بس. بقول له ما دوستش انت على الزراير ليه؟ قال لي ما انا عمال ادوس على الزراير مش بيفتح. قلت له شفت بقى فتح معايا انا؟ شوف لا حول ولا قوه الا بالله، سحر. شفت بقى؟ اشمعنى لما الموبايل جه عندي انا ودوست على زراير واشتغل؟ قال لي مش عارف يا اخي. قلت له ما هو ده مش من فراغ حضرتك، ده مش من فراغ. احنا اتعلمنا كتير قوي في شغلانتنا دي. احنا بنضغط عليه من 10 ل 12 ثانيه عشان يعمل ريستارت. ما عملش، بحطه على وصله من بتوع الكمبيوتر يو اس بي، وبعد كده اعمل نفس القصه تاني. ما عملش، بيبقى بنشوفه بيقرا على الكمبيوتر ولا لا. ممكن يكون موضوع سوفت وير. بنبدا نتدرج واحده واحده. لا بعد كده اي سي شحن، طلع العيب في البورده. ما انا لازم اصنف العيب فين، بورده او سوفت وير. انا بتجي ناحيه السوفت وير الاول عشان مش عايز العب في البورده عشان الدنيا ما تخربش. فالناس اللي فاهمه فنيين زي يقول لك في مراحل عشان نعرف نوصل لمرحله الجهاز كانت مشكلته ايه. ما علينا. التاني اللي انا بتحرق دم عليه ان الاستاذ اللي واقف، لا ده كتير. انت عملت ايه؟ دوست على الزراير. هو التعب ده حضرتك جه من فراغ؟ يعني انا لما معلومه زي دي ما صحيتش من النوم كده. صباح الخير، تصدق انا جاني هاتف في الحلم وانا نايم كده، ووحي كده الهي قال البتاع ده لما تبص تعمل كده تروح فاتحه. مفيش الكلام ده. في واحد اتنين تلاته اتعلمناه مع الوقت، وحاجات كتير باظت في ايدينا عشان نتعلم، وبندفع ثمنها، بنتكلف عشان نفهم دي بتتعمل ازاي، عشان لما يجي العيب ده قدامي تاني ابقى خلاص انا فهمت العيب ده. زي واحد حبيبي كان من 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 بتوع اللي بيصلحوا التلفزيونات، بس اللي هي القديمه دي، بيبقى فيها فيوزات كده. المهم يعني جاله واحد صعيدي عايز التلفزيون ده، بس انا مستعجل عليه، ممكن تعملوه دلوقتي يا عم دي؟ قال له المهم عمله قدامه. فالراجل قاعد شمال يمين بيبص على البورده واسلاك وبتاع. المهم في فيوز حاجه كده يعني، شالها راح مركب غيرها واشتغل. فقال للراجل 200 جنيه. فالصعيدي بيقول له ليه 200 جنيه؟ ليه؟ انت عملت ايه؟ ده انت غيرت حته جد كده. اما الحته اللي جد كده دي الصبح حضرته فاهمها كده لله في لله، ولا هو تعب اتعلم كتير قوي عشان يفهم السبب العيب ايه ويصلحه؟ يعني انا هتشل بامان؟ مش كده يا جماعه. هو الفن اللي حضرتك اللي بيعمل حاجه قدامك ده ما اتعلمش من فراغ. لما يجيني عميل وبعمل قدامه سوكت شحن بيقول لي بقى حته السوكت دوت ب 50 ولا ب 75. يعني هو السوكت ده هينط يلحم نفسه ويفهم المسارات بتاعته فين، ولا يفهم العكس الارض والتيار بتاعه فين، ولا رجول الداتا؟ يعني انا مش فاهم. هو احنا ليه بنحب اللي بيشتغلنا؟ لما حد جاي بجهاز قاطع، ليه بقى لازم مثلا عشان هو انا جهاز قاطع فيه اي سي باور. سي باور بيتعمل ب 300 جنيه، او ب 250 جنيه، او ب 200 جنيه على حسب نوعه. هي التكلفه مش في قيمته،
لقد ربع ضفرك ده مش في قيمته. فانا عارف ان دي مش يعني الاي سي مش قيمته ال 250 ماشي. القيمه في انه عارف يوصل للسبب وانه يعرف يغيره ويعرف رقمه. مش يعني الموضوع صعب مش سهل. فهمتوا الموضوع؟ عشان انا بيتحرق دم من الناس يا حبيبي. هو المعلومه دي بفلوس، المعلومه دي هو ما اكتسبهاش كده وهو نايم، ده تعب كتير قوي عشان يوصل لها. يعني في حاجات كتير قوي انا جاني غضروف رقبه بسبب الشغلانه دي، بسبب ان عمال اتعلم واتعلم واتعلم واتعلم، ولغايه دلوقتي بتعالج من غضروف الرقبه. فالموضوع صعب. يعني انت الالكترونيات دي حاجه رخمه، مش حاجه سهله. فليه لازم اشتغلك واقعد اقول لك بقى اصل ده اي سي مش عارف ايه، واقعد بقى لازم اشتغلك، لازم اعمل لك اقول لك اصل ده الامبليفاير بتاع كذا او البيس باند بتاع مش عارف ايه، واقعد اضخم لك في الموضوع عشان انت ايه ده وعملتوا الحاجات دي كلها وهتعمله بكام. اقول لك بدل 200 اقول لك 400 و500 وماشي اتفضل اعمله بس يشتغل. ولما يشتغل تمام برافو عليك، هو يكون حاجه سهله يعني بسيطه. احنا مش بنشتغل حد. زي فيديو الفورمات بتاع الساعه قبل اللي انا رافعه، يعني لما يجيني عميل فورمات بكام مثلا فورمات ب 75 جنيه مثلا، فورمات الساعة الابل دي، فهو يقول لي ليه ب 75؟ هو انا اتعلمتها كده وخلاص يعني ليه ب 75؟ هو اقول له خد فورماته يقول لي ما اعرفش. يعني انت انا يعني لما تيجي عند انا وال 75 جنيه بقت كتير يعني؟ طب خد حضرتك فورماته طالما الموضوع بالنسبة لك بقى ليه، ما اكيد حاجة تافهة. او مثلا شافني وانا بفرمته بدوس على طريقه الزراير ازاي. انت عملت ايه يا باشا؟ انت دوست على زرارين ورحت عامل كده فرمتت. ما هو عشان انا اوصل لدي تعبت قد ايه عشان افهم دي بتتعمل ازاي، وانا بديك المعلومه على الجاهز. هو ده الموضوع اللي هي دي القصه اللي مضايقاني يعني. بس انا عايز الناس اللي هي متابعاني او اي فني يكتب لي في الكومنت هو معايا في اللي انا بقوله ده ولا انا راجل قاعد بخرف. يعني انا كل الفنيين اللي معايا اكيد حاسين بنفس اللي انا حاسه ده، ان العميل مش فاهم. العميل بالنسبه له لازم اتعب واعرق واشيل حاجه على كتفي وامشي بقى لحد اخر الشارع واطلعها للدور السابع وانزل وخلاص بقى العرق جايب معايا جامد بقى والراجل ده تعب ياخد يستحق. ايوه ما احنا بنتعب برضه بس هنا بيتعب اكتر. انا ما ببقى شغال حضرتك بايدي وهنا اللي شغال هنا المعلومه اللي بتطلع من اللي اخترع التليفون ده اخترعه وشل وطلع السابع وعرق ولا بيفكر هنا؟ بيفكر هنا وكسب ملايين من هنا ان هو بيبدأ ان هو ازاي. يا ريت احنا نبقى عندنا القدرة ان احنا نصنع تليفون هنا وفي الاخر يقول لك انت شلت حتة قد دي. يلا معلش انا تقلت عليكم. سلام.